ليلة أمس طهر الرعد الحارس السابق للمنتخب الوطني وفريق شباب المحمدية لكرة القدم الفقيد توفي عن سن تناهز 70 إثر أزمة قلبية لم ينفع معها التدخل الطبي. واشتهر الراحل باستئساده في حراسة المرمى، كما لا يختلف اثنان حول حسن خلق الرجل. حسن فتح. والرياضة عطتني كثير، ما عطتنيش المسائل المادية اللي نتكلم عليها. المادة يمكن لها تحضر يمكن لها تغيب، ولكن عطاتك أشياء اللي هي حب الناس، وعطاتك تقدير الناس، وعطاتك معرفة الناس لأنها تعتبر كنوز، وعطاتك ثقافة اللي خلاك دائما كتخمم الغير وكتخمم البلاد وكتخمم الناس. في قمة العطاء وبشكل مفاجئ غادر إلى دار البقاء مساء الأمس الحارس الدولي السابق الطاهر الرعد إثر أزمة قلبية عجلت برحيله وأنهت مع مسيرة طويلة للرجل بدأت بالملاعب رفقة شباب المحمدية والمنتخب الوطني لكرة القدم، وبإنجازات محلية قارية وعربية كان أبرزها الفوز رفقة المنتخب الوطني بكأس إفريقيا للأمم سنة 76. لتاليها مراحل أخرى في مسيرة طاهر الرعد بين التدريب، الإشراف على التكوين بالنسبة للفئات الصغرى من خلال مدرسة بني خلف، وأيضا من خلال العمل الجمعوي في هذه المنطقة بالذات وفي مناسبات متعددة، دون أن ننسى مهرجان التسامح الذي كان يشرف عليه من خلال جمعية اتحاد بني خلف. كان يحلم ويناضل من خلال قنوات متعددة من أجل تكوين الأجيال.